بس شايف الصرف عليه ازاي؟ خلاص يا عم غنينا له، ما كانوش بيتزيتين سمول. بيتزتين ايه؟ 4 يا حبيبي، 475 جنيه عد. خلاص يا علي هدفعهم لك. يا بابا انا بهرج، الله بالهنا والشفا، المهم ما تكونش زعلان مننا. انا مش زعلان. عارفين يا ولاد اكتر حاجه مفرحاني ايه؟ ان كل واحد فيكم فكر في التاني. فعلا ما تكونش لبعض مهما حصل. زي الاخوات يعني، ما تقلقش علينا. موكل من الاخوات كمان. خلصت يا ديشا؟ لا انا كده كده طالع. يلا يا حبيبي. Science is supposedly really hard, but you're taking it too, right? Hey, maybe you could fail together. قولي لي بقى ابدا بمين فيكم؟ الله، تبتدي ليه يا بابا؟ ما خلاص المواضيع خلصت يعني. لا بالنسبه لكم خلصت. بالنسبه لي انا لا. ولا انتوا فاكرين ان تشتروني البيتزا دي؟ الصراحه افتكرنا كده يعني. واطي. بصوا كلكم، عشان انا خدت مجموعه قرارات ولازم اقولها لكم عشان يبقى على بينه من اولها. بالنسبه لك انت مفيش بعد كده اي اوردر غير من خلال شركه شحن، يا كده يا بلاش اصلا. من غير ما تقول يا بابا، انا عملت سيرش ودورت على شركه وهعمل ديل معاهم قريب جدا كمان. تمام. وانت يا دكتور علي، لو جبت سيره بيع البيت تاني لساني مش هيخاطب لسانك. ماشي يا بابا. وانت يا فنان، عايزين نخف شويه حكايه الخروج والطلوع كل شويه مع ندى عمال على بطال. انت خلاص حياتك كلها بقت مبنيه على ندى وبس، وده هيأثر على مستقبلك ومذاكرتك. انا بحبها يا بابا، بحبها بجد. ما كنتش احب لك تحب بالطريقه دي، بس اقول لك ايه، خد تجربتك وتوجع. وتوجع ليه؟ ربنا ما يجيب وجع. علشان الحب الاول يا حبيبي عمره ما استمر. ومين قال؟ انا اللي بقول. انت تقول براحتك يا بابا، بس الصراحه بعيدا عن قصه الحب الاولى دي بتستمر ولا ما بتستمرش، انا ما جربتش قبل كده، بس هي ندى اغنى منك بكتير. وهي ما عندهاش مشكله في ده على فكره. وبالصدفه اتكلمت معاها في الموضوع ده النهارده وقالت لي ايه العبط ده؟ ابوها كل اللي عاوزه مني شقه، وانت طبعا لما هتبيع هتجيب لي شقه، صح؟ انت هتجيبها من بره؟ سامع يا سعالي؟ طيب انا دلوقتي عايز اتجوز، هتجيب لي شقه منين؟ بابا انت اتجوزت في شقه يعني. انا اتجوزت في بيت ابويا وعشت معاه. واحنا كلنا هنتجوز في نفس البيت ونعيش معاك يعني؟ انا معايا تصريح ان اطلع ب5 ادوار. ايه جو الارياف ده؟ اروح اقول للراجل ايه؟ ابويا هيبني لي شقه؟ ارياف ايه يا متخلف انت؟ حد يطلب عنده شقه في المعادي بالمساحه دي؟ طب هنفترض انك هتبني، الشقه دي هتتبني ازاي؟ مش بفلوس؟ يا عم يا ريتها جت على البنا، مش لسه في تشطيب؟ مثلا. ايه وانتوا مش تعملوا حاجه خالص؟ مش هتدخلوا قرش حتى؟ قرش ايه يا بوب اللي هيخليني ابني واشطب؟ ليه يعني؟ هقبض 50,000 جنيه في الشهر؟ بتحلم مثلا. انتوا اعملوا اللي تقدروا عليه وانا اساعدكم، المهم تبقوا حاسين بقيمه القرش. ايوه، هتساعدنا منين؟ انت يا بابا يا دوبك مرتبك مكفينا. مثلا. يا اولاد اللي عدانا بكل اللي فات ده هيعدينا باللي جاي. المهم نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. مثلا. انت لو نطقت الكلمه دي تاني هرميك من هنا. بقول لك يا طاهر، هي ندى دي ملهاش واحده قريبتها كده تكون حلوه عشان اخوك علي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا لا عايز اتجوز ولا ارتبط ولا لاقي في الكلام ده خالص. انا شاكك فيك بصراحه يعني. شاكك في ايه؟ شاكك انه ملوش في الكلام ده. ولا احترم نفسك منك ليه؟ يلا انتوا بتقولوا ايه انتوا الاثنين؟ لا لا عيب كده، عيب الله. ايه يا علي طمني. ايه ده بابا؟ بابا انت بتقول ايه يا بابا؟ انت بتضحك عليا؟ لا انت كمان مفيش حد في حياتك اصلا. يا عم ايوه في، بس كلهم تافهين. اول ما الاقي واحده كده دماغها راسي هتجوز على طول. ماشي يا عم. ايوه كده، سلسال حسن الباشا عصب، رجاله كلهم من كبيرهم لصغيرهم. يا ديشا كنت بتعمل ايه؟ كنت بتكلم في التليفون. تكلم مين؟ شيماء. 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 شوشو. شيماء. لكن ما قلتليش بقى ايه رايك في التزامي في المواعيد؟ بصراحه انا مستغربك. هعمل ايه بقى حكم القوي؟ ايه مالك؟ يا اخي من ساعه اختك ما جت الشركه وانا خلاص قفلت من المكان كله. انا عايزك تهدى، ما تقلقش. انا امبارح قعدت اتكلمت معاها شويه وفهمتها قد ايه انت مهم. وتخيل اول مره تسمع مني وتقول لي حاضر. وانت ليه قلت كده يا رمزي؟
عشان مصلحتها يا حسن، مش عشانك انت بس. يا اخي انا عايزك تروق شويه، وصدقني هتشوف. يلا. صباح الخير يا عفاف. عفاف، في ايه؟ الباشمهندسة نادية أصدرت قرار بنقلك. وانا ممكن افهم ايه اللي انت عملته امبارح مع بابي ده؟ الناس بتقول صباح الخير. ايهاب انا عملت ايه مع باباكي؟ لا ما عملتش حاجه، سبته قاعد يتكلم وما ردتش عليه ومشيت. واستأذنت قبل ما انزل. يا راجل كلمي كويس. انا بتكلم كويس، انت اللي بتتعامل بطريقه انا ما بقتش فاهماها. هو مين اللي مش فاهم؟ انا ولا انت؟ انا جاي لك البيت على اساس ان احنا هنحتفل بعيد ميلاد مامتك. اكتشف ان الموضوع مش عيد ميلاد بس، لا ده باباكي بيحكي لي هو قرر لنا يعمل لنا ايه في حياتنا، والمطلوب ان انا اقول له حاضر. انا ما قلتلوش غير ان انا محتاج وقت افكر. محتاج وقت تفكر في ايه؟ الراجل بيقول لك انه في خلال سنه هينقل البيزنس بتاعه كله دبي، وانه هيفتح لي انا وانت مركز تاهيل ونتجوز ونعيش معاهم. ايه اللي قاله وحش؟ كله. كله؟ كله. مين اللي قال لك ان انا عايز اتجوزك ونعيش بره؟ انا عايز اقعد هنا. انت ليك مين هنا ان شاء الله؟ ليه يا بابا؟ ده على اساس ان علاقتك بيه كويسه؟ حتى لو علاقتي بيه مش كويسه انا مش عايز اسافر. وبعدين مركز ايه ده اللي عايز يفتحه لنا؟ قال لك هيشاركك، احنا بالمجهود والاداره وهو بالفلوس. احنا لسه محتاجين خبره كتير قوي عشان نعمل خطوه زي دي. ايهاب ما تستهبلش، انت شاطر وتعرف تدور مركزين مش مركز واحد. بص يا سالي، انا اللي اتفقت عليه مع باباكي نفذته، اللي هو اتفق عليه معايا ينفذه. انا اتفقت ان انا هتجوزك ونعيش هنا في خلال سنتين، فما يجيش هو بقى علشان شغله والبيزنس بتاعه عايز يغير لنا حياتنا كلها عشان يطمن على بنته. يعني انت مش بتفكر، انت واخد قرار. انا اللي اقدر اعمله ان انا اتجوزك خلال سنه عشان يطمنوا عليك قبل ما يسافروا، لكن سفر انا مش هسافر. لا ده هو انا اللي محتاجه افكر. تفكري في ايه؟ ايهاب انا مش عايزه اتكلم دلوقتي.